الفرق بقى اللي حصل الماتش ده انك وصلت وخلصت. ليه وصلت وخلصت؟ عشان عندك اشرف بن شرقي، عشان عندك لعيب بتلعب كامل العدد، لعيب كوره بيربط بين الخطوط، عارف بيتحرك ازاي، بيخلص بقى اقل فرصه بيخلصها بذكاء، سرق الدفاع، حط الجون بتاع حسين الشحات بهدوء في وسط تكتل وزحمه، بيتصرف بسلاسه كانه رسام بيرسم لوحه. انت عايز تقول لي ان الاهلي كسب بس عشان بن شرقي بيلعب؟ لا، عشان مين تحت بن شرقي كمان؟ حسين الشحات وامام عاشور. عندك لعيبه بتلعب كوره، عندك لعيبه عارفه تصنع الفرق من قلب الملعب، وبتتحرك صح بين الخطوط، وبتاخد قرارات صح في التلت الاخير. مش زي الماتش اللي فات بقى عندك شريف وديانج وزيزو. لا شريف كان بينزل، ولا ديانج اصلا عارف يطلع بالكوره، ولا بيعرف يباصي اصلا، ولا زيزو بتاعته ان هو يلعب في الزحمه وفي قلب الملعب وهياخد ويعمل الترن ويلف ويستلم وتبني عليه الهجمه. ده ما بيحصلش. ما ينفعش تقارن الثلاثي اللي لعب ماتش بيراميدز، ديانج وزيزو وشريف، الثلاثه اللي بيلعبوا قدام دول، بالثلاثه اللي لعبوا ماتش الزمالك. ده باختصار.